هل وسط البلد او هاني عادل الفتره الجايه عامل بلان ان هو يستقطب مشاهدين او عدد او جمهور اكتر من كده او بتنوع بقى المزيكا اللي هيقدمها؟ يعني بما ان احنا دلوقتي على الساحه مم. بنشوف ان المزيكا بقت مختلفه تماما، يعني في انواع جديده كتير دخلت علينا ايوه وفي فئه بتحبها، فهل انتوا عاملين بلان حاجه زي دي؟ والله احنا دايما بندور بس على المواضيع الجديده اللي تقدر تلمس ناس مش كلهم بس في سننا. مم. يعني احنا ندور كمان على مواضيع ممكن تبقى تلمس ناس في سننا وناس اصغر مننا واصغر. هو ده الموضوع بالنسبه لي، ان انا اقدر اتكلم عنه ويصدقني. يعني انا اقدر اتكلم عن جيل بعديه وانه يصدقني وانه يجي لي حفله وانه هو يجي يسمع وانه هو مصدق ان الراجل اللي قدامه ده فاهمه، حتى لو مش في نفس سنه هو مش نفس جيله. حاسس بالظبط، بيه صح. انا بعرف اتكلم بلسانه كويس. هي دي اهم حاجه عندي في الاغاني اللي مم. هنعملها بعد كده او كوسط البلد كمان، ان أنا لما اقول حاجه ابقى انا مصدقها، بس لما اجي اعبر عن حد تاني لازم هو يصدقني. صح، يبقى حاسس ان انت بتتكلم بجد عن يعني نيابة بالظبط. عنه. السين بقى مختلف الفترة دي مم. واحنا شايفين ده، يعني كل اللي متابع جيد للمزيكا وللفن شايف ده، وشايف ان في اتجاه قوي ناحية الراب. رأيك مهم. ايه؟ هيب هوب بشكل عام. يعني رأيك ايه؟ انا عايزة اعرف رأيك انت رأيي بقى دي حاجة الشخصي بسطاني في جدا، المزيكا بتاعت الراب. دي بسطاني جدا، مم. بحبهم جدا، بحب الحاجات اللي بيعملوها، بحب المزيكات اللي بيعملوها. في بروديوسرز كتير جدا انا اصلا بحب اسمع مزيكتهم وبقعد احللها كمان، اعرف هم بيعملوها ازاي، لو انا حابب اعملها ازاي برضو. مم. في ناس من الرابرز كتير قوي بحب كلامهم لان كلامهم ذكي قوي. وفي اصلا بستعين ساعات دلوقتي كمان من الناس اللي بيغنوا راب ان هم يكتبوا لي كلمات لاغنيه، عشان بيكتبوها بشكل مختلف خالص اها، عن الشعر اللي انا متعود عليه في اغنيه، عشان انت كمان فبيخليني. قلت انت بتحب الحكاوي. بالظبط. مم. بس مش كلهم بيعملوا ستوري تيلينج، يعني هم في ناس منهم كتير قفشه في مواضيع معينه مش عايزين يخرجوا براها. ده بس الحاجه الوحيده اللي نفسي ان هم يفكروا فيها تاني، مم. ان هم احلى حاجه في فن الراب هو فن الكلام. يعني فلازم كل ما يكون في فرايتيز، كل ما يكون في تناول لمواضيع مختلفه، لقصص مختلفه، لمشاكل جيلك، صح. لمعاناته برضو، انت ممكن تغير كتير جدا في الناس اللي بتسمعك، مم. تغير فيهم بجد وتأثر فيهم اكتر من اهلهم بكتير. حاسس ان هي ظاهرة هتاخد وقتها وتختفي ولا ممكن لا تكمل معانا؟ لا، اي ظاهره، اي ويف بتيجي هي بتبقى ويف عاليه جدا، بتقعد تعلى 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 تعلى، يبقى فيها ناس كتير كتير كتير، وبتنزل تاني، بس بيفضل منها شويه ناس كده فوق خلاص بقوا مم. ساتل بس مش في مكانهم. بتنتهي خالص يعني. لا، بيبقى في ناس خلاص بيفضلوا في مكانهم، كل واحد خد مكانه خلاص. انا عرفت احسن حاجه، احسن حد في الراب مثلا فلان وفلان وفلان، مم. احسن حد في الاغاني التراب هو فلان وفلان. خلاص بعد الموجه الكبيره قوي اللي ممكن تتعدى دلوقتي في مئات المغنيين الراب في صح. مصر، ودي احلى حاجه لان هو حاجه سهله جدا، بقت حاجه سهله جدا. اي حد قاعد مع حد من صحابه في مدرسه مشغلين بيت على الموبايل ممكن هيقعد يعملوا. يكتب، مم. اهم حاجه بس يبقى ظابط البيت التيمبو بتاعه، بيبقى بيكتب فلوز مختلفه وحلوه وهيتسمع. وليه لا؟ طب وده حاجه انا حاببها. طب ما فيش حاجة طالما انت حاببها، ما فيش حاجة في المشروع بتاع الراجل الرمادي؟ الرمادي يغني راب؟ يغني لا انا راب. غنيت راب بس ان انا اغني راب لا، في المشروع ده لا. يعني ممكن اجيب حد يغني معايا راب. مم. يعني اكيد عمري ما هغني راب زي الرابرز يعني، او زي كان حد بيغني راب اكيد بيغنوا احسن مني وهيكتبوا المواضيع بشكل تاني لان هو غير. مم. لان عيب قوي ان حد بيغني راب مش هو اللي كاتب كلامه. دي انت ده عيب. بتحس ان ده مش صح؟ لا هو يعني هو لازم. عندهم هم دي رولز عندهم، أوه. ان ما ينفعش حد بيكون بيغني راب ومش هو اللي كاتب الكلام. عشان يبقى حاسسها اكتر يمكن. بالظبط. طب مين يعني حتى منهم؟ الاعلانات هم بيجيبوا مغنيين راب هم اللي يكتبوها للناس للشركة التانيين المعروفين، نفسها. للناس المعروفه يعني اللي هتغني. مم. لو حد هيغني راب ما بيبقاش الممثل او المغني ده اللي كاتبه، بيبقى اللي كاتبه دايما راب. حد مم. طب مين منهم بقى انت بتحب تسمعه؟ ويعني ممكن ان انت لا يعني ده من الناس احسن حد بيغني راب بالنسبه لي، يعني انا بحب اسمع بالنسبه اغاني لي. او بالنسبه معجب عموما لي بمشواره، يعني ممكن تعمل معاه دويتو. انا ممكن اقول لك اول حد شاهين، عشان شاهين احنا عملنا معاه كوسط البلد اول ما بدأوا خالص فرقه اسمها واي كرو. احنا كنا اول فرقه في مصر تتعاون مع فرقه راب اصلا، او تجيب مغني راب يغني معاها في اغانيها. ايام ما كان اسمهم واي كرو كان شاهين معاهم. طبعا بحب ويجز جدا لان كلامه ذكي قوي، ومروان بابلو. انا بحب الناس اللي هم بقوا معروفين
وفي ناس تانية مش معروفة ممكن ما بقاش عارف اساميهم كلهم، بس لما بتحب بيعدوا تسمع. عليا بقف يعني. بحب فليكس جدا. فليكس وحسين عندهم اغاني كمان، اغنيه كده حلوين. و مين تاني بحب من البروديوسرز؟ مثلا الوايلي، بحب مولوتوف جدا. بس انت آه ايوه، انت بس انا حاسه انت حابب فعلا النوع ده من الفن، ما ايوه يعني انت بسمع سامع ده. كله يعتبر، انا صح؟ بقعد اسمع دايما، تستغرب من دي أوي. اه والله. بتفهمه طيب؟ اه جدا. بتفهمه؟ اه يعني ليه مش هفهمه؟ لا، ما مش مزيكا انت، ناس بتعبر ما عن اقصدش نفسها. انت. عايز اقول لك على حاجه، ان احنا اول ما بدانا احنا كنا بنتحارب زيهم كده بالظبط. عشان وايه نوع ده؟ مختلف. وايه الموضوع ده؟ وايه الغنى ده؟ هو ده غنى؟ وايه الخبط والرزع ده؟ وايه ليلي اللي بتقولها في الاغاني دي؟ صح. بس بعد كده خلاص بقينا موضه، صح. وبقى في 100,000 حد بيقلدنا بس. فهي حاجه جديده، اي حاجه جديده ايوه مختلفه ده عن الناس العادي. بتقاومها في الاول. فاللي عارف هيبقى قاعد بيتفرج ورا كده ومستني وبيستمتع مم. ومش هقعد انتقد انا. يعني ليه اقعد انتقد ناس بتحاول تقدم فن او تعبر عن نفسها؟ ما يعبر عن نفسه زي ما هو عايز، دي صح. طريقته هو، وبيكلم ناس شبهه هو يعني، وبتوصلني كمان، فانا حابب الموضوع. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.